ويسعد مساكم جميعا. رجعت لكم هالحين علشان طبختنا اللي وعدتكم فيها الحلوة اللطيفة. أول شيء طبعا الطبخة هذه يعني هي مستوحاة من الأكل المكسيكي، لكن هي مش بالضبط تتسوى بالشكل هذا في المكسيك يعني أكيد، بس تتسوى بنفس الفكرة تقريبا. مكوناتها بسيطة: فلفل ألوان، بصل، دجاج، هنا في عندي ثوم، وهنا البهارات المستخدمة وطبعا كلها إن شاء الله بحطها لكم، وملح وفلفل أسود، وخبز التورتيلا اللي هو أو التورتياز اللي هي أهم مكون فيها. أول خطوة زيت زيتون وصدور الدجاج على النار. أنا مستخدمة صدور الدجاج، تقدروا تستخدموا أفخاذ زي ما تبغوا، بس هي لذيذة بصدور الدجاج. صدور الدجاج مقطعة على شرايح طويلة طبعا بالشكل اللي تبغوه، بس نفس التقطيع اللي تستخدموها للدجاج استخدموها للفلفل والبصل أحلى الصراحة. بحمس الدجاج شوي، مع إنه ما راح ينزل سوائل لكن احتياطا بحمسه شوي، بعدين أنزل عليه البصل والثوم والفلفل الألوان والخرابيط حقتنا كلها. نسيت أقول لكم إني ما أدري والله، هو أنا صورت لكم الجيمر، في جيمر علبة جيمر سعنونة وجبنة موزاريلا مبشورة، أنا مستخدمة المبشورة الجاهزة. شوفوا الحين أنا حمست كل شيء مع بعض، ترى خلاص حطيت البصل، حطيت الثوم، حطيت البهارات، حطيت شوية ملح وفلفل أسود، باقي بس عندي الفلفل ما أبغاه يذوب على الآخر، أتمنى أنه ما يذوب على الآخر طبعا، بس إن الفلفل هذا الألوان ما يتحمل طبخ، لذلك الدجاج عندي تقريبا استوى. يا عيني يا عيني على الريحة والألوان، يا سلام يا سلام. طبعا شوفوا موضوع الجيمر ما هو إجباري، بس أنا ودي إني أعطيها شوية بسامة وأعطيها بنفس الوقت تماسك. أنا ممكن أحط معاها جبنة شيدر، جبنة موزاريلا في النص، بس أنا حابة إني أنا أضيف شوية جيمر، لكن ممكن تضيفوا كمان شوية موزاريلا قبل ما تحشوها بالخبز. أنا بضيف موزاريلا تحت وفوق يعني بالخبزة نفسها، لذلك مكتفية بالموزاريلا. بضيف الحين جيمر ومو كثير زي ما قلت لكم، العلبة هذه مرة صغيرة، بضيفها كلها طبعا بس إنها علبة صغيرة أصلا. حطيت آخر شيء رشة كزبرة، أنا كنت أبغى أسوي الحقيقة يطلع مرة لذيذ معاه صوص الجواكامولي، ينحط فوقه كذا مع الأكل وأثناء الأكل يعني، بس ما أمداني أجيب أفوكادو صراحة علشان أسوي جواكامولي. المهم الكزبرة ما هي إجباري فوق، ممكن أنا خليت جزء منها بس للزينة وجزء بسيط رشيته من جوا. هالحين ببدأ أحشي معاكم الساندويتش إن شاء الله. هالحين نبدأ نحشي. طبعا في ناس يجيبوا الخبزة الكبيرة ويقطعوها صغار، بس حرام يعني الأطراف اللي تطلع حتى لو حمصناها يعني مو زي الخبز العادي. أنا بستخدم هذا المقاس، وهو أصغر مقاس تقريبا من تورتية موجودة في السوق. أول شيء طبعا أنتوا عارفين هذه الشيء أكيد اللي يتابع يشوف، لازم عشان تمسك معانا. أنا ما أقدر أشتغل وأصور، بس إني بصور أول واحدة عشان أوريكم. بحط شوية جبنة موزاريلا فيها كذا، كونوا كريمين بالجبنة، وبعدين بنحط شوية دجاج مع خضار، وكمان جبنة. طبعا احنا بنزيد جبنة كمان لما نخلص كل الكمية، ونرصها على بعض ونبدأ نسوي ونرص، نبدأ نسوي ونرص، نوخر الصحن ونرص. أخلص وارجع لكم إن شاء الله. شوفوا خلصت أنا الحين. طبعا رصة الخبزات حسب مقاس الصينية، للأسف أنا كان نفسي يكونوا 2 جنب بعض، بس هذه أعرض صينية عندي وما قدرت أحط 2 جنب بعض، ما طلعت حلوة، فاضطريت أحط صف واحد في النص بس، وعلى الجوانب سويت زي كذا حبات كذا مايلة. طبعا بتكون شوية مفتوحة بس ما يضرها يعني، الفكرة منها تحميرتها تكون حلوة بس. فكذا الحين جاهزة على التحمير، وبعد التحمير بنزينها فقط بكزبرة خضراء. الحين خلصت الكمية كلها. طبعا أنا استخدمت أكثر من صينية، فطبعا أنتم ممكن تسووا الكمية اللي تبغوها. الكمية اللي أنا سويتها اليوم أصلا كبيرة، حتى المقدار لما أحط لكم تعرفوا أنه هو مرة كبير، تقريبا طلعت عندي 40 حبة ما شاء الله تبارك الرحمن. وهذه صينيتنا بعد ما خلصناها وحمرناها وقمرناها وزيناها بالكزبرة الخضراء زي ما قلت لكم، ما شاء الله تبارك الرحمن، الريحة تجنن، إن شاء الله طعمها يكون حلو. وهذه الصينية الثانية، طبعا أنا سويت أكثر من صينية بس هذه اللي حمرتها، هذه ما تحمرت معي كثير
شكلي استعجلت عليها. المهم ان هذه اللي تحميرتها موزونة وبالعافية.